لقيت أمي بتقولي خلي أخوك يقعد عندك كام يوم. أنا بصراحة مش عايزة مشاكل، ولما بيقعد عندي بيعمل قلق. قلت لها إزاي بس يا ماما، ده أنا لسه متجوزة جديد، ما ينفعش كده. قالت لي هو مش كام يوم وجوزك مسافر؟ قلت لها أيوة، فاضل 3 بس مش 5. ردت خلاص يا بنتي خلي أخوكي عندك، مش ده برضو أخوكي؟ سكت وقلت حاضر يا ماما اللي تشوفيه. وفعلا أخويا قعد عندي، هو عنده 22 سنة وأنا عندي 27 ولسه متجوزة بقالي 2 وشهر. جوزي بيشتغل برا مصر وبينزل أجازة كل سنة. من ساعة ما اتجوزت وأنا معظم الوقت لوحدي، حتى لما جوزي بينزل أجازة بيحب يخرج مع أصحابه أكتر ما يقعد معايا. في أول جوازنا كنا بنخرج ونتفسح، بس بعد كده كل حاجة اتغيرت. بصراحة قعدة أخويا في البيت كانت مسلية، كنا بنتكلم ونضحك وكنت حاسة إن في ونيس. بس برضه كان جوايا خوف، خايفة جوزي يزعل أو يتضايق. لكن الغريب إن العكس حصل، جوزي اتصاحب عليه بسرعة وبقوا يخرجوا سوا. أنا استغربت جدا من الوفاق اللي بينهم وقلت الحمد لله. ولما جوزي سافر بقيت أنا وأخويا لوحدنا في البيت. ماما كانت بتيجي كل فترة تطمن وتشوف إحنا محتاجين حاجة ولا لأ. كنت بكلم جوزي بالليل، ساعات فيديو كول وساعات مكالمات عادية. بس كنت حاسة إن في حاجة ناقصة. قعدت أفكر، هو أنا غلطانة إني اتجوزت جواز سفر، جواز كله وعود على تليفونات، ولا ده نصيبي وخلاص؟ كنت متلخبطة جدا، قلبي في حتة وعقلي في حتة تانية. لحد ما جيت قلت لنفسي لأ، أنا لازم أتكلم، لازم أواجه جوزي وأفهمه قد إيه أنا محتاجة وجوده جنبي، محتاجة راجل يكون معايا، مش في صورة أو مكالمة. اللي خلاني أحكي لكم القصة دي إن أنا حاسة إني واقفة في نص الطريق، أرجع أعيش مع أهلي وارتاح من الوحدة، ولا استحمل لحد ما جوزي يستقر وناخد حياتنا بشكل طبيعي. أنا بين نارين، مش عايزة أظلم حد ولا عايزة أظلم نفسي. الخلاصة والرسالة، القصة دي بتقول إن الوحدة ممكن تغير مشاعرنا وتخلينا نلجأ لأي ونيس، حتى لو مش هو الحل الصح. وأي جواز من غير مشاركة حقيقية واهتمام مصيره يبوظ، حتى لو شكله من بره كويس. الحب مش كلام ولا صور، الحب فعل ووجود واهتمام.